أهلا بحضراتكم مرة تانية، وده ميعاد فقرتنا الرئيسية التانية والأخيرة في هذه الحلقة. الحقيقة فقرتنا مميزة جدا ومختلفة جدا، هنتكلم فيها زي ما قلنا لكم في بداية الحلقة عن الشاعر المصري الأصيل، الشعر أو التراث الشعري المصري. طبعا كلنا سمعنا عن السيرة الهلالية وعارفين أن الشعر المصري ده بيبقى شعر يعني متوارث ما بين طبعا أهالينا في الصعيد. في كمان حاجة اسمها شعر الواو، هنعرف تفاصيلها من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، استاذ او الشاعر طبعا استاذ ناجح عماره. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. في الاول كده انا عايز اعرف انت اتعلمت الشعر ده ازاي وفين ومنين يعني عايزين اعرف التفاصيل. والله حضرتك انا والدي كان شاعر من حفظة سيرة بني هلال. يعني كان بيحفظ السيرة الهلالية كلها. هي السيرة دي بتتحفظ جيل ورا جيل بيحفظها، مش بتتكتب؟ ايوه هي ليها كتب حضرتك. ليها كتب بس انتوا بتحفظوها كده. بالظبط. تمام. الفنانين الشعبيين بيحفظوها عشان بيلقوها. اللي هو العازف اللي هو شاعر الربابه. تمام. لازم يكون حافظها عشان يلقيها قدام الناس المستمعين والناس اللي بتتابع معي يعني. تمام. اتعلمتها بقى من والدك؟ فطبعا لا، والدي انا كنت صغير لما كان والدي شاعر. فانا بدات ادور واحفر على الاماكن اللي هو كان يعمل فيها القعدات كشاعر، واجمع التسجيلات دي وابدا احفظ، واكتملت عندي الموهبه ان انا كمان الف حاجات. لانه معروف حضرتك السيره الهلاليه بتتقال بالمربع بفن الواو. المربع ده 4 شطرات. طب اشرح لي بقى دي بتتقال يعني ايه المربع عشان الناس بس اللي مش عارفه تعرف. حضرتك المربع بيتكون من 4 شطرات. الشطره الاولى مع الثالثه والثانيه مع الرابعه. يعني مثلا عاوز اتكلم على نفسي. تمام. مربع انا صعيدي لي شلو عمه. تمام. انا صعيدي لي شلو عمه. وقلبي من الغل خالي. الام ابويا نجالي عمه والام نجات لي خالي. حلو قوي. انت النظام ده نظام مين اللي عمله، مين اللي اخترعه يعني؟ طبعا انا اعرف ان هو ابن عروس شاعر كبير. تمام. طبعا شاعر من زمان يعني من فتره كبيره خالص. انا اسمع عنه ان هو كان الشاعر اللي كان بيقول فن الواو. ولما كان حد ينقض حاجه قدامه او ينقض حياه او ينقض مجتمع، خوفا من حد يعني مثلا يجيبه ويقول له مين اللي كتب الشعر ده، كان يقول وقال الشاعر، ولكن هو اللي بيبقى كاتبه. تمام. طيب هذه كلمه فن الواو يعني. حلو قوي. طيب انا عايز اسمع بقى منك حاجه من السيره الهلاليه. حافظ ايه من السيره الهلاليه؟ هو في خروج الاميره خضراء من نجد. طيب نسمع جزء صغير نسمع الناس بقى. ماشي حضرتك. نسمع جزء صغير. استاذ ناجح عماره هيسمعنا جزء من السيره الهلاليه. اتفضل. أشكو لمن رفع السماء بلا عمد، إلهي تعالى مقتدر في علاه، صابر على حكم الكريم مولاي، خروجنا من البلد كان يوم 2، ولا كره ولا فرح دايم، حزنة نجد وحش معزين، زعلت حتى البهايم، قال الفاي سفرك النهارده، ادي كلمة وصدقوها، ادي فرمان عليه ختم قربه، انها الامانه وصلت لابوها.
طبعا هو هيمشي الاميره خضراء قصه. فالشاعر بيشبه من الزعل على الاميره خضراء حتى الحيوانات زعلت، يقول لك زعلت حتى البهايم على مشيتها يعني. طيب استاذ زكي، بمناسبه بقى السيره الهلاليه، احنا عارفين طبعا ان الشاعر الراحل استاذنا طبعا عبد الرحمن الابنودي تميز، الخال طبعا تميز جدا في النوع ده من الشعر، وهو حكي كمان السيره الهلاليه بصوته. انا عارفه ان كان في تواصل بينك وبينه، ايه الموضوع ده بقى؟ والله حضرتك بالفعل يعني في حد يعني متواصل معاه، يشكر خدمني واداني رقم تليفونه. وانا يعني كنت حزين كل الحزن ان انا تواصلت معاه في اخر ايامه، يعني ربنا يرحمه تليفونيا يعني، وكنت على وشك المقابله يعني. فكان دايما يدعمني، دايما كان يحفزني ان انا لو عاوز ربنا يكرمني اهتم بالتراث اكتر. طبعا. واهتم بسيره بني هلال واجمعها. يعني يكون كل اهتمامي بالتراث بالظبط، وسيره بني هلال والمواويل الشعبيه والمربعات. دايما اخر حاجه قالها لك ايه الابنودي؟ حضرتك كان بيقول لي ده خليك صادق مع نفسك. دايما كان يقول لي خليك صادق. سمعته حاجات من اللي انت مألفها؟ كتير. انا كنت بقول له مربعات. كان بيقول لك ايه بقى؟ رأيه ايه؟ بعض الاحيان كان يقول لي الصوره الجماليه كويسه. الصوره الجماليه كويسه، لكن الجناس ما تضطرش انك انت يعني تقحم نفسك تخلي الجناس الكلمه نفس الكلمه. ممكن تكون يعني الكلمه مش نفس الكلمه ولكن عاطيه معنى صحيح. يعني انا مثلا حضرتك كلمه مقالب، كلمه مقالب عايز اجيب كلمه مقالب زيها بس تأدي معنى تاني. يعني مثلا كان بيدي لك النصيحه. كان بيدي لي النصيحه دايما يعني حضرتك. طيب استاذ ناجح، عشان الوقت انا عارفه ان انت مؤلف حاجه لقناه السويس ان شاء الله بكره الاحتفال بقناه السويس. كل سنه واحنا كلنا طيبين، وان شاء الله مصر بتفرح. فقبل ما نختم كده عايزه اسمع جزء صغير نسمع الناس بقى انت عامل ايه لقناه السويس من تاليفك. والله حضرتك هي الفكره كانت ان انا لما بدا المشروع اصلا انا كتبتها من اول ما بدا المشروع. كتبتها من السنه اللي فاتت يعني. تمام. فطبعا بدات كل خطوه يعني تعدي على المشروع اكتب مربع كمان فوقيه. يعني كل مشروع. طب نسمع اخر حاجه بقى الفتها. يعني نسمع جزء كده معلش عشان الوقت للاسف بيخلص. نسمع اخر حاجه كتبتها قناه السويس عشان بكره بقى ان شاء الله. ماشي حضرتك. طبعا فيه مربع بيقول لك فيه ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. أول كلامي أنا أحمد الله صبح بلدنا سعيد رئيسنا نصف وعلاه وحفر قناتنا الجديد. راح اقول من القلب قلت فيهم مشاعري وحسيسي كانت قناة بقي وقناتين. الله يبارك لك يا سيسي يا مصر قومي على الحيل. جايب لك خبر حلو عاجل راجل أسد حر وأصيل راجل ومن ظهر راجل قناة السويس دي يا بدري. أنا كنت في اللفة قاصر الخير فيها بيجري الرحمة عدلك يا ناصر. وكبرنا أنا وابن عمي وصبحت ايدينا شديدة وحلفت لو يجري دمي لنحفر قناتنا الجديد. في الصخر هحفر وعدي والصحراء تطرح جناين وهنفذ كلامي ووعدي
مكدبني تعب الصعاين، ما كتبش شعري أكل عيش، ولا قاصد أمسك مناصب. أنا نفسي بلدي فرحة تعيش، وأنا يكشن مع المصاطب. حلو قوي قوي، ده كلام من القلب فعلا يعني اتقال. استاذ ناجح عمارة الشاعر، بشكرك جدا، نورتنا النهارده في برنامجنا صباح دريم، وكل سنه وانت طيب، وان شاء الله بكره كلنا نحتفل. خلصت حلقتنا النهارده بالفقره الجميله دي مع استاذ ناجح عمارة، طبعا الشاعر المتميز. وبكره ان شاء الله هنكون معاكم من الساعه 8 الصبح، بكره 6/8 مصر بتفرح على الهواء مباشره. بكره باذن الله هنكون معاكم في تغطيه على الهواء لحظه بلحظه لافتتاح قناه السويس الجديده. مستنيينكم طبعا تشاركوا معانا، اللي مش هيروح بكره يشاركنا على ارقام تليفوناتنا وعلى صفحتنا على فيسبوك صباح دريم. بكره اشوفكم ان شاء الله. مصر بتفرح وتحيا مصر. 8 الصبح بكره. باي باي.